السلام عليكم جمهور الحبيب، سامحوني لو باين عليا ان انا نايم. انا مش نايم زي الفل اهو، بس مش عارف في حاجه غلط. انا عندي برد بقاله 15 يوم مش عايز يروح، حالف يومين 3 ما هو رايح. فاحنا جالنا شويه مشاكل، ان شاء الله نهتم بموضوع المشاكل ده وهنزل استراحات كل يوم عشان لو حد عنده اي مشكله. فلو انت عندك اي مشكله اكتبها في تعليق وحاول تختصر على قد ما تقدر، بحيث ان انا اعرف اقولها في الفيديو اللي جاي. ماشي، ودلوقتي اعمل لايك، فعل الجرس على الكل، ويلا بينا نبدا بالمشاكل. انا بحب شخص مبقاش موجود وبقى مع حد تاني دلوقتي وهو اللي اختار ده. طيب بصي يا ستر الكل، يعني انت دي مش مشكله، لان انت بتقولي المشكله والحل. هو خلاص اختار ان هو يكون مع حد تاني، يعني الامل ان هو يرجع لك مبقاش موجود، لان الامل ده بقى مع حد تاني. هو عايز يعيش حياته مع حد تاني مش معاكي. فما تحطيش امال واحلام ان هو هيبقى معاكي وخلاص، وان انت تعيشي حياتك بقى مستنيه لحظه رجوع بقى ويا رجع بعد 15 سنه لا، ده بيحصل في المسلسلات والافلام والروايات بتاعتي. لكن في الواقع بيبقى شيء نادر جدا ان هو يحصل. تمام، فهو دلوقتي واحد عايش حياته مع واحده، سيبيه يعيش مع حياته مع اللي هو اختارها، وانتي امسحي كل حاجه بينك وبينه، ما تفكريش فيه تاني. ودي صعبه شويتين، بس لو عودتي نفسك وخدت قرار ان انت تنسي، ده هيبقى سهل قوي بالنسبه لك. انا نسيت بنات كتير على فكره، والله العظيم الموضوع سهل. انت بس تاخدي قرار تكوني قده. انا ماشي عارفه. واحد عايز يتقدم وانا مش عارف افتح عليه عشان هم متشددين، قالوا لي عرفت ازاي، فاعمل ايه؟ بصي، هو موقف زي ده ليه اكتر من حل. يعني ممكن تقولي مثلا ان هو قريب واحدة صاحبتك، وان هو شافك مثلا في الشارع صدفة، ان هو مثلا كان بياخد دروس معاكوا وبعد كده عزل من المنطقة، راح حتة تانية. ممكن تخليه يكلم امه وامه تهبد له حل من عندها. بصوا، هي المشكلة دي طويلة شوية لأنها كاتبة قصة حياة. بصوا، أنا كنت بحب شخص والشخص ده غالي عندي أوي، فكنت بكلمه إنه رايح لي، فأخويا عرف وزعل أوي بجد عشان هو كان واثق فيا بمعنى الكلمة. فأنا طبعا خنت ثقته دي طبعا، فسحب مني التليفون وجابه نصين، وقعدت من دراستي مبقتش بنزل. بس هو عارف المشكلة دي وجه اتقدم لي، وأهلي وافقوا عليه واتخطبنا الحمد لله، عشان هو قال لي لو حصل أي حاجة هاجي اتقدم لك، فاتخطبنا. واخويا طبعا ما حضرليش الخطوبة، لسه زعلان مني ومقاطعني بتاع سنتين. ونفسي بجد نرجع نتكلم تاني. وخالي انا بحبه والكل كان بيستغرب، اصلا احنا اخوات من كتر ما احنا بنحب بعض وقريبين من بعض. رايح الجيش مش عاوز هروح لغير ما نتصالح نرجع نتكلم تاني والنبي. طيب هو يعني انت في حتة زي دي انت بتتكلمي معاه يعني مثلا ايه؟ يعني مشيها بالحب كده، اللي هو ازاي؟ كوباية شاي مثلا تتعمل، يصحى تجيبي له فطاره، تمام، اللي هو حاجات زي كده. اضحكي في وشه. هي عودي نفسك ان ضحكة تنهي الحوار، ضحكة تنهي المشكلة. تمام، ضحكتي في وشه ضحك لك، اللي هو خلاص كده الموضوع انتهى. اللي هو انت لسه زعلان مني، حقك عليا وما تزعلش وخلاص. بس لان خلاص يعتبر الموضوع انتهى، فهو واقف ان انت بس اللي تصالحيه. فواقفه ان انت تاخدي خطوه تصالحيه، فانت اعملي له كوبايه شاي. تمام، حضري له الفطار. وهو نايم مثلا اكتبي له رساله كده على الموبايل، ابعتها له: انا اسفه وحقك عليا، انا مش عايزاك تروح الجيش وانت زعلان مني. هيشوف الرساله ومش هيرد عليكي، ادخلي خبطي عليه وقولي انت ما بتردش عليا، هو ده تقدير. هاتيها بضحك ان هو يضحك. لو ضحك المشكله اتحلت. بس كده، الموضوع طلع بسيط اهو. ماشي. ماشي، انا كنت مرتبطه بواحد معايا في الكليه 3 سنين مرتبطين، والحمد لله جه وتقدم الجمعه اللي فاتت، لا اللي قبلها، واهلي رفضوه علشان هو اقصر مني. ممكن يكون ده سبب للرفض، واعمل ايه؟ اطلعه من دماغي رب الخير لا ياتي الا بالخير، ولا اعمل ايه؟ ساعدني. طيب بص يا ستر الكل، هي نصيحة لوجه الله ليكوا كلكوا. يعني ما ترفضيش واحد عشان قصير، ما ترفضيش واحد عشان طويل، ما ترفضيش واحد عشان احول، ما ترفضيش واحد عشان مناخيرهم مثلا بخرم واحد. دي مش اسباب للرفض. انتي موضوع الشكل دوت، لو بصيتي مثلا للشكل او مشيتي الموضوع موضوع جمالي، هو ملوش اي تحكم في شكله او في خلقته، ما عندوش اعاقة. تمام، ان هو اقصر منك ده شيء انت اللي بتحدديه او بتقيميه، انت تقبلي او ترفضي. فانا مش شايف ان ده ممكن يكون سبب اول للرفض. انا قصير والله العظيم الحمد لله، اتجوزت، انفصلت بس اتجوزت يعني. وفي بنات هتموت وترتبط بيا او تكلمني او ان انا ارد عليها. ففي موضوع ان انا قصير او طويل او رفيع او تخين، ده شيء ما يعيبش طالما انت حبيتي بتكملي. لكن ان انت تعشمي حد بانك بتحبيه، والحد ده يطلع جدع وراجل ويجي يتقدم لك واهلك يرفضوه، دي بايخه قوي يعني. هو ده هي بيحصل، ده الطبيعي ان انت بتروح تتقدم، ويا يحصل خير يا ما يحصلش خير يعني، بس في كل لو حال بيبقى خير ان شاء الله يعني. تمام، فانتي اتكلمي لو انتي عايزه الموضوع دوت وموضوع اسره او طوله مش فارق لك. تمام، ممكن تتكلمي مع اهلك ان هم يوافقوا.
لو انت موضوع الاسره دوت هيسبب لك مشكله وانت من الناس اللي هو ايه ده، لا ده اثر مني، بتاخدي بقى الموضوع ان تريقات صحابك يعمل لك حساسيه ونفسنا والجو دوت، خلاص يعني هو مش جبرك، فانت خلاص كده كده بعدت يعني. في موضوع ان انت عايزه تنسيه، انت لازم تمسحي كل حاجه بينكم وتكوني واخده قرار، والعبي يعني لعبي لك لعبه، قضيها مسلسلات. انا كنت بعمل كده لما عاوز انسى حد، بمسح كل حاجة بينا، عشان طول ما في حاجة موجودة تفكرني بالشخص ده أنا هدخل أكلمه. لازم يوم يعدي اليوم الروتيني اللي هو مش بفكر فيه. ازاي يعني؟ مثلا لو انا فاتح مثلا التليفون بقلب في الصور مثلا دلوقتي، لقيت صورتها وقوم جاي داخل اللي هو ازيك عامله ايه وحشتيني، هحاول اتلكك على اي حاجه. لكن لو ملهاش صور على الموبايل مش هتيجي في بالي يعني زي وفي صور. يعني لو في صور اكيد هتيجي على بالي كتير لان في صور، لكن لو مفيش هتيجي اقل. طيب لو مثلا لو مفيش بقى طريقه ان انا اتواصل معاها، مفيش رقم موبايل، مفيش واتس، مفيش فيس، مفيش اي حاجه ان انا اعرف اوصل لها، فكده اتحلت. حتى لو هي وحشتني وحتى لو في صور انا مش هعرف اوصلها ولا هعرف اكلمها، فاجباري العقل ده بيبقى عايز يرتاح، هو تعب من الصداع. هو عقلك يريد البقاء، مش عايز حاجه تتعبه او تصدعه. عقلك ده خايف عليك فعايز لك الصح، والصح هنا ان هو بينسيك بقى، بيشغلك بحاجة تانية. فانت ساعد عقلك واشغل وقتك بحاجة تانية. انا كنت بعمل كده. طيب اوقات كتير بحس ان انا مريضة نفسيا من كتر ما بقعد في افكر فيه لا مبالاة رهيبة، افضل اعيط كتير بدون سبب، واقف على سور البلكونة وابص لتحت. بس استنى، ببص لتحت بس نفسي كده هتموت كفرة، وبلاقي اضحك بسماجة مجنونة. يا اسلام صح. آم، بصي هو عموما موضوع انك تقفي على البلكونه ده شيء مش لذيذ. مش هقولك بقى، انا عموما ما بحبش ارد في موضوع الانتحار ده، بحسه حاجه في منتهى الاطفال أوي. يعني انا مش بحب اتعامل مع اطفال. بحب لما اتكلم مع حد احس ان الحد ده عقله كبير، مخه كبير، حد فاهمني وفاهمه. لكن جو الاطفال بقى، وان انا جبت اسلام موس وحاولت اعمل كاتنج امبارح، وانتي ولا بتبقى عملتي كاتنج ولا عملتي اي نيله، وبيبقى مجرد كلام وخلاص، وانتي مش حمل حتى ان انتي تخربشي ضفرك. فدوت بحسهم اطفال بيعملوا حوارات عشان يلفتوا النظر. بصراحه انا مش قصدي عليك، انا بتكلم في العموم. فلكن موضوع ان انت عندك حاجه زي دي او بتفكري كتير في الحاجه زي دي، فانت لازم تتكلمي مع اهلك ان انت بتفكري في الحاجه زي دي وبتوصلي للمرحله دي. وطالما بتضحكي في الاخر خلاص الموضوع بيبقى معروف ان هو سماجه منك او هزار ومش اكتر يعني. بقالي 6 سنين بحاول اتخطى شخص مش عارفه، ومفيش حاجه بتساعدني، ولا اهلي ولا الواحده اللي انا فيها. فكرت اني اخرج دي صعبه لاني ما عنديش حد قريب مني، لا انا من اهل بابا ولا ماما. انا عاوز انسى بجد واتخطى، مفيش حاجه مساعداني. بصي يا ست الكل، هنقولها للمره العشرين النهارده، عشان تنسي حد لازم ما يبقاش فيه اي حاجه بينك وبينه. تمام؟ مفيش صور، مفيش شتات، مفيش ارقام، مفيش تواصل. اللي هو حتى لو انت عايزه توصلي اجباري مش هتعرفي توصلي، لان انت مش قادره توصلي. انت عايزه تكلميه بس مش تعرفي. الحاجة المهمة ان انت تشغلي وقتك. انت هتبقي قاعدة مثلا دلوقتي فاضية فهتفكري فيه، لان مفيش حد بيكلمك، انت قاعدة فاضية. في الحالة دي بقى العبي لك بابجي، ادخلي اسمعي لي رواية، ادخلي اتفرجي لك على مسلسل. المسلسل هيسحلك مثلا ان انت تركزي مع حلقة في التانية في التالتة في الرابعة، تلاقي ان اليوم بيعدي واليوم لذيذ والموضوع جميل. بعد كده تلاقي ان انت بتهتمي اكتر بالمسلسلات، يعني تفكيرك هيبقى في المسلسلات اكتر من تفكيرك في حبيبك. بس والله انا بنسى كده يا جماعة، والله الموضوع ما صعب، خدوا قرار بس بغضوا يعني. طيب ماشي، دي مشكلة حلوة دي. أنا بحب حد وهو كمان بيحبني، بس بسبب المشاكل اللي بينا قرر إنه يكون أخويا، لدرجة إني دلوقتي مخطوبة لحد غيره. وده لمجرد إن هو طلب مني أوافق، وأنا حقيقي مش عارفة أعمل إيه. وخطيبي حد كويس جدا بس مش شايف غير الشخص اللي بحبه، بس بسبب المشاكل اللي بينا قرر إنه يكون أخويا. طيب بص يا ستار الكل، هو اولا الشخص اللي بيحبك ده او اللي انت كنت مرتبطه بيه ده مش بيحبك. تمام؟ مفيش حد بيعرف بيحبه وبيعرف يتخلى عادي كده. مش اللي هو يا بنت الناس انا بحبك وانت بتحبي بس روحي روحي، احنا بنتخانق كتير، ومره انا شتمتك قبل كده، أنا ما اقبلش ده، انا لازم ابعد عشان انا بشتم. مثلا مثلا بيهزر معاكي في الشات قال لك يا بنت الكذا، يعني بنت مثلا الدوج مثلا يعني دي نعتبرها يا بنت يا بيئة. قال لك يا بيئة، تمام؟ بلاش شتيمة بالحاجات دي. قال لك يا بيئة، تمام؟ بيئة اهي. فيقعد بقى اللي هو ياخد كلمة بيئة دي تلكيك عشان يبقى له بص يا بنت. لا لا، انا قلت لك يا بيئة، انا ما سامحش نفسي. لا لا، احنا لازم نبقى يا ابني، انا عادي، انا بنت شعبية عادي. لا لا لا، انا متقبلة ان انا بيئة، مفيش لا لا، انا ما تقبلهاش عليك ان انت تبقي بيئة. انا ازاي لساني طلع الكلمة انت؟ لا انا هبعد. يا ابني انا مستحملة عادي، انا مسامحاك والله.
لا انت كمان بتسامحي وقلبك طيب، وانا قلت لك يا بيه او انت قلبك لا انا هبعد. فهو واخد تلكيك عشان يبقى هو مش عايزك اصلا، انت مش فارقاله. وموضوع ان انتوا صحاب او مش صحاب دوت ده شيء، ما ده شيء في منتهى قله الذوق، ان انت تبقى مخطوبه لواحد ومعاك رقم واحد تاني وبتفكري في واحد تاني. فانت قدامك حاجتين هتعمليهم. اول حاجه ان انت هتبلكي الشخص اللي هو ان انت بتقولي ان انت بتحبيه دوت، لان هو ما بيحبكيش، هو بيتسلى بس مش اكتر. او يمكن حواليه بنات كتير فانت مش فارقاله، لان مفيش واحد بيحب بيسيب حبيبته تروح بالسهل كده. انا لو بحب واحده والواحده دي فرقالي، انا هتشقلب عشان اكون معاها. انا ممكن اقتل اللي جاي اتقدم لها ده، اقتله ولا انها تكون معاه. يعني ده عشان هي مش هحب انها تكون مجبره على حد. تمام. لكن هو سايبها وبايعها كده، فده مش بيحبك. فانت اول حاجه هتعملها ان انت هتبلكيه على كل حاجه، ما تخلوش يوصل لك تاني، لان هو ما بيحبكيش. انا ارتبطت 1500 مره، يعني عديت ال 1500 ارتباط، فما تراجعيش كلام ورايا. تمام. انا ولد زي باقي الولاد وعارف وفاهم احنا بنفكر ازاي. ده ما بيحبكيش. الحاجه التانية، الشخص اللي انت بتحبيه ما تجبريش نفسك عليه. طالما مش بتحبيه فركشي، ما تظلموش معاكي، فركشي. طيب المشكله اللي بعد كده كاتب انا قلت كلام زي الحبيب مني وبعدين اعتذرت له، بس هو مش عارف يرجع معايا زي الاول. اعمل ايه عشان نرجع زي الاول؟ هزري، اضحكي، فرفشي الدنيا وخلاص. مره في اتنين في تلاته هترجعوا زي الاول. قالك مش عارف ارجع ومش عارف اتاقلم، سيبيه يعني عشان ننجز. بس اصل هو هيقعد، لو هو قلبه اسود وشايلها لك طول، يعني شايلها لك مثلا اسبوع اسبوعين ومش عارف يسامح، فلما تحصل بعد كده مشكله كبيره بينكم مش هيسامحك. فعلى ايه هتقعدوا تعاتبوا بعض بقى، وانت عملتي كذا عشاني وانا؟ هو نوع القلب الاسود دوت اللي ما بيسامحش، لا خلاص بقى، يعني ده بنقصه في الارتباط. فموضوع الارتباط او العلاقه بين الولد والبنت المفروض ان هي علاقه لذيذه، يعني بتنتهي بايه؟ بحب وود. طالما الشخص حس بزعل او ندم على اللي عمله، خلاص الموضوع بيمشي يعني. ندخل بقى الرساله اللي جايه لنا على الصفحه. في هنا دي واحدة بتقول مشكلتي اني عايشة. ماشي، دي مش هنرد عليها. انا حاليا بقعد بعد كل ده مقهورة. دي كاتبة مشكلة طويلة. ماشي، نجيبها من الاول بقى، احنا ننزل تحت ونشوف من الاول. عندي مشكلة بس مش عارف احلها. طيب، بيخوني وواجهته كتير وكان بيقلب الترابيزة، انا مبقاش عارف ارد عليه لما بيعمل كده، خصوصا انا مبحبش الكلام الكتير. طيب بصي يا ستر الكل، هو اتعود ان انتي لما يخونك وقالك مثلا لا انا خنت عشان انتي مش مهتمة، انا خنت عشان انتي بتعملي حواجبك، انا خنت عشان انتي طلع لك شنب وانا عايز واحدة فيها مناظر انوثة وانتي بشنب، اللي هو بيديكي حجة. فانتي بتطلعي العيب فيكي عشان تكملي معاه. فهو عارف ان انتي واقعة. تمام، اسف للتشبيه يعني، بس انتي مريلة عليه. عارفة الريالة؟ اللي هو الريالة دي بتبقى من الحيوانات، اللي هو الكلب هو اللي بيريل على صاحبه كده، اللي هو. فانتي هو عارف ان انتي كده، ان انتي مريلة عليه. فمريلة عليه دي هيسوق فيها، هيخونك وهيكلم بنات وممكن يرتبط باصحابك، والدنيا هتمشي عادي لان هو عارف ان انتي مريلة عليه. طيب عايزة بقى الزتونة؟ اتقالي مثلا يعمل اي حاجة يخونك مثلا، بعد كده اخبطيه بلوك وما تلغيهوش. تخبطي البلوك وما تلغيهوش، يعني ما تخبطيش البلوك بعد يومين تلغيه اصل وحشني، لا، اخبطي البلوك وسيبيه هو يتشقلب عشان يكلمك، لان هو هيريل عليكي بعدها. تمام، هيريل. هو ما يلاقي السوق شاحح ومفيش بنات هيرجع لك. ما هو الولاد كده، احنا كولاد كده، اللي هو الدنيا شاحه مفيش بنات، فبنحاول بقى نشوف اي واحده سهل الوصول ليها، اللي هو نتلكك ان احنا نرجع لاي واحده من اللي كنا، لان السوق شاحح. هو ماشي جنب مصطفى صاحبه دوت بيكلم حبيبته، واحمد جنبه على ايده اليمين بيكلم حبيبته، هو ماشي في النص عزول بينهم، فعايز يكلم هو كمان. فيبدا بقى يشوف واحده بعد كده ان هو يكلم، مش عارف طبعا يلاقي بنات لان السوق شاحح اليومين دول. فيبدا يرجع لواحده من البنات القديمه اللي كان بيكلمها، لانه عايز يكون زي صحابه، ماشي بيتكلم في التليفون وبيحب زي صحابه. اهلي بعد ما ابويا مات عايزين يطردونا من البيت. مفيش حاجه اسمها قالك بعد ما ابوكي مات عايزين يطردوك من البيت، لان ده ورثك، اطلع اعملي محضر، في الاسم والظابط يجي ان هم بيتعدوا عليكم. وخدي تعهد بعدم التعرض. انا محامي على فكره، انا خريج حقوق، اتدربت محاماه كام شهر يعني. فانت اطلعي للاسم اعملي محضر باللي بيحصل. تمام، اطلعي للنيابه اعملي لهم محضر. تمام، ومحدش هيجيلك البيت تاني، هيخافوا يعدوا ناحيه البيت بتاعكوا تاني. تمام، لان ده ورثك انت واخواتك، فما تتنازليش عليه، لان الاهالي دي عالم كفره. الناس اللي بياخدوا حق اليتيم دي عالم كفار. يعني هما مش فارق لهم هم، يعني انت مش فارق لهم انت، هو فارق لهم عيالهم بس. فنصيحه من اخ، اعملي اللي انا بقولك عليه ده، اعملي محضر وماشي، وبعد المحضر اعملي عدم تعرض. يعني محضر اللي بيعملوه فيكوا الاول ان هم بيتعدوا عليكوا، بيجوا يخبطوا على البيت وبيشتموك وبيهنوك وبيبعتلكوا رسائل تهديد وهيرموا في وشك ميه نار. ارمي اللي انت عايزه تقوليه كله في المحضر، زودي الدنيا براحتك وخدي محامي معاكي. وبعد كده تاخدي بقى عليهم تعهد بعدم التعرض، بحيث محدش يجي يخبط على بابك بس. وكله عند الحكومة بيجيب ورا. لو عمك ده جراندايزر، تمام، يعني عمك ده جراندايزر او خالك ده جراندايزر، تمام،
بيجي عند الحكومة ويجيب ورا، ما فيش مع الحكومة حد يعني بيسد عشان ننجز بس. مش عارف انساه يا اسلام، وتعبت من كتر المحاولات، حرفيا قطعت كل حاجه ممكن توصلني ما عدا الواتس. طب حلو، انت سايب الواتس ليه؟ ما انت قطعتي كل حاجه، سايب الواتس ليه؟ وهو مسجل رقمي ومرتبط بغيره مش عارفه في حياتي، من بطلت احب، عرفت ان مش شبهي فمش عارفه اعمل ايه، وغيرت رقمي وجابه وكلمني مش عارفه اعمل. يا ستي ما تغيري رقمك، غيري رقمك وما تدوش لحد. ادي الناس نظيفه، الناس اللي ما بتوزعش رقمك. ده مسيبك من الناس الوسخه اللي انت عارفاها اللي بيدوا له رقمك. صاحبي ناس نظيفه تخاف عليكي. ومفيش حاجه اسمها انا مسحت على كل حاجه ما عدا الواتس. ليه سايبه الواتس؟ عشان تشوفي بوستاته؟ يا جدعان والنبي، الموضوع انك تنسي حد ده بيبقى قرار تبقي قده، ما تتعامليش ان انت طفله. اكتر حاجه ممله في الكوكب يا جدعان هي الاطفال، بجد والله العظيم انا ما بحبش الاطفال. اكتر حاجه صداع ودوشه، تقعد تقرف نفسها مع ان الحل موجود قدامها، وتقعد تزن قدامك زي الدبانه، مع ان الحل قدامها واضح. ولا هتمنعي التواصل خالص وتعيشي حياتك؟ لا، انا هعمل له كله ما عدا الواتس، هسيب الواتس اطمن. يا بنتي ما ده هيعمل مشاكل، لا مش مهم بقى. فانا ما بحبش الاطفال، سامحيني يعني. طب انا متغرب يا اسلام، مسافر بلاد بره ليبيا وخانقه ماسكاه والهم ماسكه ومفيش فلوس. يا باشا لو انت بره مصر ابعت لي اخليك تجيب 300 جنيه في اليوم. لو انت بره مصر وانت قاعد في بيتك كده، خليك في ليبيا مثلا، في الكويت، في السعوديه، في الامارات، بره مصر خليك تجيب 300 جنيه وانت قاعد في البيت. طب بس انا مكتوب كتابي ومش عارف اخلص جهازي ويتيمه ام واب. والله العظيم انا بتمنى ان انا اساعد في الحاجات دي، بس والله العظيم انا بكح اطرب. انا رجعت قناه حل المشاكل دي عشان ازود الربح بتاعي، لان انا مبقتش بقبض من اليوتيوب، لان انا ما بنزلش روايات. المهم اسيب لكم في اخر الفيديو ده كام روايه بسمعهم يعني. ازيك يا اسلام، انا متجوزه بقالي سنه وجوزي بيخوني مع واحده متجوزه بدون ذكر اسمي. حلو، بص يا ستر، كل في الحالات اللي زي دي التاتشات الصعبه دي تمام، بتروح هتغضبي عند اهلك تمام، وتقولي لاهلك ان عرفتي ان هو بيخونك مع واحده تمام، وتبعتي للواحده دي رسائل ان انت شفتي ان هي بتخونه، ان انت يعني ان انت بتكلم ان يعني بعتي لها رساله انا عارفه ان انت بتكلمي جوزي تمام، وكل اللي حصل بينكم الشتات دي هتبعت لجوزك لو ما بعدتيش عنه. الكلام ده تعمليه وانت عند اهلك عشان ما يضربكيش تمام. تبعت لها الكلام دوت اللي هو رساله تهديد، عشان مهما حصل هي مش هتكلمه تاني. طالما وصلت الموضوع ان جوزها هيعرف، هي مش هتكلمه تاني. وتروح عند اهلك وما ترجعيش الا وانت واثقه ان هو مش هيكرر الوساخه دي تاني. طيب هو انت رجعتي عند اهلك ورجع كرر الوساخه دي وكلم واحده تانية، في الحاله دي تتطلقي بس. طيب ما ينفعش اسامحه مرتين؟ لا، هي المسامحه بتبقى مره واحده. انت بتاخدي خطوه ان تشوفي الشخص ده هيتغير عشانك ولا لا، بتبقى مره واحده. الفرصه دي بتتاخد مره واحده. خدها وما اتغيرش يبقى ما يستحقش ان هو يكمل معاكي او ان هو يرجع لك او ان انت تكملي معاه. اللي بعده. انا بتابعك يا اسلام من زمان، ممكن تتكلم عن الحمل اللي بتعامل مرات ابنها وحش وبتدعي عليها مع ان انا كنت والله شايلها. اتكلم بما يرضي الله. بما يرضي الله يعني حماتك دي مش عايز اشتم. بص يا الكل، هو مع الاسف يعني اللي مش عامل لك قيمه هو جوزك تمام. اللي انت متجوزاه مش عامل لك قيمه مع اهله. هي المشكله مش في حماته او مش في حماتك، المشكله في جوزك. جوزك مش راجل ان هو يعمل لك قيمه قدام اهله، مش عامل لك سعر مع اهله. مش اللي هو حماتك تشتم عادي، ابوه يشتم عادي، اخته تشتم عادي، مش عامل لك قيمه او بيدافع عنك، فاهلوا يعرفوا ان انت مهمه لابنهم فما يخافوا على زعلك. لا، في داهيه عادي، ولا انت واحده خدامه جايه البيت وخلاص. فنصيحه من اخ، تروح عند اهلك، لان انت برضو ليكي اهل يجيبوا لك حقك. روح عند اهلك واغضبي واحكي لهم اللي بيحصل، ان حماتك بتعمل فيكي كذا 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 بس. لان انت مش شغاله خدامه عند حد، ان واحده ملهاش اي حكم عليك انها تشتم فيك او تهينك تمام. لان ما اعتقدش ان لو امك اللي هي امك شتمت جوزك هيتقبل الشتيمه تمام. فيا ريت تتعاملوا بنفس المعامله يعني مثلا روح عند اهلك اغضبي وقولي لاهلك اللي بيحصل، ما تسكتيش على حقك طالما ليكي حق. ونصيحه لوجه الله، حاولي لو انتوا في بيت عيله ما تقعديش في بيت عيله. بيت العيله ده انت بتشتغلي فيه خدامه بس. لو انت في بيت عيله ما تقعديش في بيت عيله. يعني خلي جوزك ده تشوف لك شقة تانية بعيدة، لو إيجار حتى شقة إيجار كده بعيدة عن العيلة، وتقعدي انت وهو مبسوطين مع بعض بس. اسم السلام عليكم. أنا كنت مخطوبة في شهر 3 وفشكلت 11. كان أخو صاحبتي وعرفت شهر 1 اتكلمنا شهر وجيت أقدم. ماشي، بعد ما تقدم كان فيه اهتمام بس اللي هو العادي، بعد كده مفيش اهتمام. مش كنت بشوفه أصلا
لغاية ما اكتشفت ان هو بيخاصم بالايام عادي، وانا بتضايق من ده وعارف، لغاية ما المدة كل مرة تزيد في الخصام وغير مشاكل عن الشقة. كان المفروض هنتجوز في ايجار، بس كان بيقعد يقول لي فيها ايه لما اجيب شقة زي اللي انتي عايشة دلوقتي فيها وزي المنطقة بتاعتك كنت بتضايق اللي هو فيه ايه. وكان كل شوية يقول لي مش معايا، ويقول لي لو اخر 2 جنيه معايا لاختي. غير ان اخويا سافر وانا مخطوبة وما حاولش يعمل اي حاجة يهون عليا، بالعكس كل يوم اهمال اكتر، وانا كنت بكبر وهو كان يسوق فيها، بكبر وهو كان يسوق فيها. لغاية في يوم قال لي جاي واكدي على اهلك، في الاخر قال لي لا، وزعلت وقفلت عشان بقاله شهر مش شفته. 10 ما جاش وسابني، حتى ما حاولش يصالحني. تاني يوم اتصلت مرة الصبح، حسان اللي هو كان بيعمل واجب وخلاص، انا ما ردتش. اتصل تاني ما ردتش، اتصل بيا مرة كمان رديت، اتعصب عليا، كان عنده حالة وفاة وانا ما كنتش اعرف. طبعا اتصلت بصاحبتي افهم فيه وبتعصب ليه، لا حالة رفاعة. بعد كده اتصل قال لي معلش اتعصبت عليك، بس انا كنت متضايق او اتضايقت اكتر ان هو اتعصب. تاني يوم كلمته قال لي في ايه، قلت له مش وقت، قال لي انا نازل اكلمك، ما كلمنيش خالص وقتها. اتصلت بالليل لقيته خرج وراجع نايم كمان، اتضايقت. نزل تاني يوم الجامعة وهو اتصل ان الجامعة وهو اتصل ان هتخانق، وبعدت عن صحابي واتكلمت عشان محدش يسمعني. المهم اتخانقنا وقلبت الترابيزة، قلب الترابيزة عليا ان انا غلطت، وانا عشان مش عارف ارد قلت له تعالى خد حاجتك، وقفلت في وشه. اتصل باخته قال لها تقول لي خلي ابوك يكلمني النهارده ومتبقيش عيله. جيت قال لي لا ده انا مش كده. اتصل تاني وكلمني، قعد يقول لي كلام يوجع القلب، وعيطت في الجامعه. مش بس كده، اخته فتحت الموضوع قدام صحابي كلهم، ولو مش عايزاه قولي لي وانا اخليه يجي ياخد حاجته. وانا احرجي وسط اصحابي وكل واحده نصيحه شكل ولين. المهم رحت خليته بابا كلمه فعلا، وفركشه سبب فركشه ان هو سابني اسبوع مش حاول يصالحني. بعد ما فركشت اتصل بيا عشان ايه، عشان غبيه وكنت بحبه. قال لي لا انت كسرتني، كان ناقص ابوس ايده ونرجع، ومرضاش. امي كلمت امه كسرت بخاطرها، وانا كلمته تاني وغير رسائل الواتس اللي بعتها، بس هو ما رحمنيش ومش وافق يرجع. ده غير التريح اللي على الفيس، وغير بقى ان بابا كلمه ورفض واحرجه كمان. مش سكت على كده، انا مسحني من على الفيس يوم عيد ميلادي وشفته. جبروت كده. انا حاليا بجد مقورة وكمان. طيب بص يا ستير كل، سامحيني فيه يعني في اللي انا هقوله. انت خساره فيك ال9 شهور الولاده اللي ابوكي وامك ولدوكي فيها. يعني سامحيني ان انت تجيبي التهزيق لابوكي وامك عشان شخصيه وسخه زي دي، يبقى انت خساره فيك ال9 شهور بتوع الحمل دول، والله العظيم سامحيني يعني. يعني في ناس بتجيب الفخر لاهلها، وناس بتهين اهلها. انت هنتي اهلك عشان شخصيه وسخه ما تستاهلش. واحد يزعل ابوكي او يشخط في ابوكي او يحرج ابوكي، واحده امك تكلم امه مثلا، فامه ترد باسلوب وحش وتحرج امك، واهلك يتحايلوا عشان خاطر انت قاعده تعيطي في البيت زي الفرخه البلدي. ما تعملي قيمه لنفسك يا حبيبتي، ما تعملي قيمه لنفسك يا ماما. اعملي قيمه لنفسك واعملي قيمه لاهلك. ايه اللي قاعده تعيطي؟ ما يولع في داهيه، وهو اخر واحد على الكوكب. اخر واحد على الكوكب يا بنتي. ده بيكون حترب، ده مش لاقي ياكل. مش لاقي ياكل يا بنتي، بيكلم غيرك يا حبيبتي. اللي يسيبك باليوم واليومين دوت والاسبوع دوت ما يكلمكيش، ده بيكلم غيرك. مش محتاجه ذكاء. الولد لو ما كلمكيش، لو مرتبطه بواحد ما بيكلمكيش كل يوم ما بيكلمكيش، اعرف ان هو بيكلم غيرك. لو هو شيخ الجامع تحت وما بيكلمكيش كل يوم، اعرف ان هو بيكلم غيرك. الحياه دي فيها ولد وبنت، ولد بيتجوز بنت، فالطبيعي ان الولد ده كل حياته بتكون اهتمام للبنت دي. زي مثلا عالم الحيوان كده. عالم الحيوان، عالم العصافير، بلاش الحيوان، عالم العصافير. في عصفور كده بيقعد يتشقلب ويسافر ويطلع عين اللي خلفوه عشان يبني عصفورة يبني عش للعصفورة اللي هتتجوزه دي. تمام. كل يوم بيسافر ويعمل ويجري ويلعب، كل يوم كل يوم العصفور بيعمل كده عشان خاطر العصفورة. ده العصفور اللي هو الضعيف الجناح. تمام. بيعمل كده وكل يوم، يعني كل يوم بيسافر آلاف الكيلوهات عشان يجمع شوية قش ويحطهم في لا مش مئات الكيلوهات ماشي، عشان ايه؟ يجمع شوية قش يحطهم في العش بتاعه، عشان لما يروح لبنت الحلال اللي هي العصفورة توافق وما تعترضش. اه ده انت عامل لي قش جميل. ده العصفور بيهتم. العصفور اللي هو ما عندوش مخ زينا بيهتم. ده مش بيهتم. يبقى اعرفي بقى ان هو بيهتم، بس بيهتم بحد تاني مش بيكي خالص. دي الزتونه. فانا اسف على كلمه ان انت خساره فيك ال9 شهور، بس والله انا بقول لكم كده عشان تفهموا. لما بزعل لحد او بتعصب على حد، انا بقول لك كده عشان تفوقي من اللي انت فيه، لان دول اهل ودي حياه انت هتندمي عليها بعد كده. العمر اللي بيروح ده يا جماعه ما بيرجعش تاني. فات منك شهر، فات منك شهرين، هتقضي 5 شهور عياط عليه، مش هيرجعوا تاني ان انت تعوضيهم في الفاينل. لا، ده دول راحوا خلاص. انت نفترض مجازا هتعيشي 60 70 سنه، انت بتقضي منهم سنه او سنتين قاعده زعلانه على واحد اصلا انت مش فارقاله. فنصيحه لوجه الله، نصيحه من اخ لاخته. تمام. كل حاجه تتمسح من الشخص ده، لان هو والله العظيم شخصيه وسخه. اللي يغلط في اب او يغلط في ام ده شخصيه وسخه. تمام. هتمسحي كل حاجه بينك وبينه، وقت ما تمسحي كل حاجه بينك وبينه، حياه نضيفه، حياه جديده ما فيهاش الشخص ده، وتقطعي علاقتك باخته خالص
تمام، منع عن الاحتكاك او اي حاجه او اي كلام عنه. اي حاجه هتفكرك بالشخصيه الزباله دي امنعيها، لان انا دمي اتحرق ان حد يغلط في ام واب. انا ما قبلاش على ابويا وامي، مش عارف انت قبلتيها ازاي بصراحه يعني. بس كده ده الفيديو. لو عندكم مشكله اكتبوها في كومنتات، وان شاء الله هنعمل فيديو تاني بكره. هتلاقي قدامك دلوقتي 4 روايات. دي روايه مجنون ليلى، دي لسه نازله جامده جدا اسمها دي حاجه قريبه الورد، ودي روايه وتمضي الايام، ودي روايه روح، ودي بقى ايه، دي هتضيفها بالحب كده.